السلام عليكم الاخوان، نتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم ان شاء الله كما شفتوا في الصوره وكيف ما شفتوا في العنوان غندوي لكم على كيفاش انكم تشريو موتور مستعمل بلا ما تصيدوا. ان شاء الله اليوم هذه الحلقه غادي نخصوها الاوراق، والحلقه الجايه ان شاء الله غادي ان شاء الله نخصوها الشاسي والموتور وكيفاش انكم تجربوا الموتور ديالكم قبل ما تشريوه باش ما تصيدوش. اذا الا كنتي مهتم بهذا المحتوى او هذا الموضوع، انا محمد وهذه قناه HDRN للمعرفه. دوز معنا الفيديو. اذا يلا على بركه الله نبداو في الموضوع ديالنا اللي هو كيفاش انك تشري موتور مستعمل وتحضي راسك في الوراق لا تصيد. وهذه راه بزاف ديال الاخوه اللي سولوني في لي كومونتير ودخلوا عندي الخاص وهضروا معايا، وانا اليوم جيت باش نوضعوا حد لهذا الموضوع باش كل شيء يكون واضح وباين للجميع باذن الله الرحمن الرحيم. كيف ما كتشوفوا معنا هنا في الفيديو، هذه هي شهاده الملكيه وهي كتكون من ثلاثه ديال الامور اللي مهمه خاصكم انكم تحضيو منها. اول حاجه اللي هي الرقم الترتيبي او لا رقم البلاكه كما كنقولوا لها الاخوان، وهذه فين كتكون في الوراق عندنا وكذلك في البلاكه اللي كتكون اللور في الموتور. ونخليكم مع هذا الفيديو التوضيحي باش تعرفوا اكثر ان شاء الله. نرجعوا اللور للبلاكه ديالنا الاخوان وكنشوفوا الارقام ديالها واش هي متطابقه مع اللي كاينين في الكارت غريز. اذا هنا كما شفتوا راني وريتكم باللي هذيك البلاكه اللي اللور راه فيها واحد الرقم الفوق اللي هو كيبان لكم هنا في 8، وكاين واحد الارقام اللي لتحت. هذوك الارقام انا درجتهم لان كل واحد الارقام ديالو، هذيك الارقام خاصهم يكونوا متطابقين مع اللي عندكم في لاكارت غريز، وهذا راه امر واضح ودابا راكم فهمتوا. والامر الثاني شنو هو رقم الاطار او نيميرو دو شاسي، وواحد الرقم طويل اللي كيكون في الشاسي ديالنا. نخليكم مع هذا الفيديو التوضيحي باش تفهموا اكثر. اهم حاجه هي النمره ديال الشاسي اللي كيصيد فيها بزاف ديال الناس، والنمره ديال الشاسي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش فين كاينه، والمكان ديالها كيجي في العنقره. اذا هذا هو الكونتور كما كتشوفوا معايا هنا. كنزلوا نيشان كنلقاو الكونتاكت، كنجيو هنا كنلقاو الشبكه. لاحظوا معايا هنايا فين كاينه هاد VIN. هنا VIN شوف لاحظوا معايا هنا كاينه واحد الدخيله هنايا بحال هكا. هذا المكان هذا كتجيبوا شي حاجه اللي ما تكونش حاده ديال الحديد، كتجيبوا شي حاجه ديال البلاستيك باش ما تكرطوش الصباغه عندكم هنا، وكتدفعوها بهذا الشيء وكتطلع. انا ديجا راني حليتها كيف ما كتلاحظوا. تنحيدوها هنايا بهذه الطريقه هذه، وهنا تيبان لنا النيميرو الشاسي ديالنا اللي انا غادي نكون مطبو بطبيعه الحال، وخاص يكون النيميرو الشاسي مطابق مع النمره اللي عندكم في لاكارت غريز اللي بينت لكم في الفيديو. كما شفتوا معنا كاين واحد الرقم في العنقره ديال الموتور، وهذا الرقم راه كاين في اغلبيه المواطر 50. هذاك الرقم راه كيكون فيه نجمه الفوق وكيكون الرقم التسلسلي ديالو كامل كتشوفوه كطابقوه مع الرقم اللي كاين في لاكارت غريز. وهذا هو الرقم اللي بزاف ديال الناس ما تعرفوش فين كاين. هذا راه ديال الصانيه وديال الدراجات الناريه الاخرى راه في نفس المكان تيكون. حاولوا تقلبوا عليه في العنقره ديال الموتور وشوفوا طابقوه مع لاكارت غريز، خاصو يكون طبق الاصل. وهذا هو اللي كتلقاو فيه مشكل مع لا فيزيت تكنيك. الحذر ثم الحذر ثم الحذر. ندوزوا للنقطه الثالثه، خليكم معنا. ثالث حاجه الاخوان اللي هو القوه او جهد المحرك، او اللي تنقولوا ليه حنا شحال الموتور عندك من سي، وخاصو يكون الاخوان 49 سي ماشي 50 سي. راه الناس اللي عندهم 50 سي راه تيلقاو مشاكل مع البوليس. ديما قلبوا الاوراق ديالكم يكون مكتوب فيهم 49 سي عاد باش ديك الساعه تقدروا انكم تمشيو تكاتبوا مع الشخص. ونخليكم مع واحد الفيديو توضيحي اخر باش تعرفوا حتى النمره اللي كتكون مدقوقه في الماكينه باش ما تصيدوش ان شاء الله، تكون النمره حتى هي ديال ستوندار. وثالث واهم حاجه في البلاصه فين كاين الفيتاس الاخوان كتجيو تتهبطوا لهذا المكان. كاين البوز بي، وهنا الاخوان كيف ما كتلاحظوا معايا كاينه النمره ديال الماكينه، وهذه راه شرحتها لكم. هذه 139 FMA 139 FMA، والرقم التسلسلي التحتاني راه غادي يكون مضبوط بطبيعه الحال. هذا الرقم هذا تيبين لك باللي هو جاي فعلا ستوندار 50،
وباللي راه ما مدقوقه ما والو، ماكينه باقا جديده. وكما كتشوفوا مع الاخوان هاد الصوره راه صوره توضيحيه اللي صوتها لكم، اللي كتبين لكم الفرق ما بين الماكينه اللي هي 50 سي سي او 49 سي سي وما بين ماكينه 110 الاخوان. وهذه راه فيت شرحتو في فيديوهات اخرين، ولكن ما فيها باس الاخوه الجداد اللي يدخلوا معنا باش يعرفوا 50 سي سي تتعرفوها بداك الرقم اللي كيكون اللي هو 139 اف ام ا. منين تقلبوا الماكينه من التحت وراكم عرفتوا فين كتخصكم تلقاو 139 اف ام ا، تما تتعرفوا باللي هذيك راه هي الماكينه دوريجين اللي خرجت معاها من النهار الاول وستوندار. اما الماكن اللي هما تبدلوا او لا داروا لهم ماكينات 110 راه تلقاو 152 اف ام اش. كي منين تشوفوا 152 اف ام اش عرفوا بلي راه الماكينه مبدله وراه ولات ديال 110. وهذه حتى هي راه هي البوليس قلبوها، هي حاليا ما تيقلبوش هادشي، ولكن الا قلبوها راه تقدروا تلقاو مشاكل مع السلطه، لذا الحذر ثم الحذر. وهنا الاخوان تنظن بلي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كاع الاخوان اللي باغيين يشريو موتور مستعمل وعندهم تساؤلات وخايفين يتصيدوا في لاكارت غريز او يتصيدوا ياخذوا شي موتور مدقوق، الان راه وريناكم كاع المعلومات اللي خاصينكم باش ما تصيدوش في الوراق. ولكن هذا ماشي فيديو كامل، هذا فقط الجزء الاول، وانتظرونا في الجزء الثاني ان شاء الله في الاسبوع الجاي. غادي ندوي لكم ان شاء الله على الشاسي كيفاش تقلبوه، واش هو يا اكسيدونتي ولا لا، وزياده على هذا باش تعرفوا حتى الموتور واش مزيان ولا لا، وجميع المعلومات باش تاخذوا الموتور ديالكم مستعمل وتمشيو ويكون كل شيء بخير وعلى خير كما كنقول لكم ديما باش ما تصيدوش. من النهايه ديال الفيديو نتمنى تكونوا استفدتوا، والا استفدتوا معنا ما تنساوش انكم تخليو لنا ديك اللايك، راه ديك اللايك هي اللي تطلع الفيديو زياده على شي كومونتير زوين بحالك. راه الكومونتيرات ديالكم تيحمسونا ويشجعونا باش نديروا لكم فيديوهات جداد. وكذلك ما فيها باس هبط لتحت ما كنتيش مابوني ضغط على ديك الزر ديال الابوني وفعل الجرس، راه جايين فيديوهات مهمين اللي غتستافدوا منهم ان شاء الله. وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاخوه والاصدقاء. ومع ليا الى دابا نقول لكم موعد ديالنا الفيديو الجاي ان شاء الله، كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش ديروا معكم واحد لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وديروا توت او ال او الكل باش ديما يوصلكم الجديد تاعنا.